وفاة المخرج علي سيد الأهل، من هو وسبب وفاته؟ لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلاً وليس عمراً. المخرج علي سيد الأهل توفي عن عمر ناهز 63 سنة بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً غنياً من العطاء في مجال التلفزيون والإعلام. علي سيد الأهل لم يكن اسماً عابراً، فقد شغل مناصب بارزة خلال مشواره المهني، من بينها رئيس القناة الأولى ووكيل وزارة الإعلام، كما ترأس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التلفزيون، ما يجعله أحد أعمدة المشهد الإعلامي في مصر. بدأت الحالة الصحية للمخرج تتدهور في الأسابيع الماضية، وبعد دخول للمستشفى أعلن عن وفاته صباح اليوم وسط حزن واسع من زملائه ومحبيه. الجنازة جرت في مسقط رأسه بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتوافد أقاربه ومعارفه لتوديعه في مشهد مفعم بالحرقة والأسى. فقدنا اليوم رجلاً أفنى حياته في خدمة الفن والإعلام، وترك بصمة واضحة عبر أعماله ومواقفه. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.